يسافر عبر الصواريخ، وإيلون ماسك يلقبه بالأخ الأكبر. حتى دونالد ترامب يضطر لارتداء بدلة رسمية فقط لمقابلته. ولكن ما سر هذه الجرأة؟ لأنه مارك كالاواي، الملياردير الذي يربح 40,000 دولار في الساعة. مارك لا يمتلك القصور فقط، بل يملك عقارات موزعة في جميع أنحاء العالم. تشمل محفظته مزرعة في تكساس بقيمة 12 مليون دولار، وقصرا في ناشفيل يقدر ب9 ملايين دولار، وكوخا في كولورادو تبلغ قيمته 7 ملايين دولار. كما يعشق جمع الساعات، خصوصا التصاميم الجريئة والغريبة والكلاسيكية. لكن شغفه الحقيقي السيارات الفاخرة والدراجات النارية المعدلة. يمتلك دراجة نارية مصممة خصيصا من ويست كوست تشوبر بقيمة 450,000 دولار، وشيفروليه شيفيل SS تقدر ب350,000 دولار، أي ما مجموعه يقارب 1,300,000 دولار. وكل ذلك لا يمثل سوى جزء صغير من إمبراطوريته. فاليوم تتجاوز ثروته 800 مليون دولار.